مرحبا بالجميلات ديالي. كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو في اتم الصحه والعافيه. خوتي خواتاتي توحشتكم بزاف، عارفه راسي غبرت عليكم ولكن غير سمحوا لي. المهم هاني جيت وجبت لكم واحد القصه اللي ناضيه، قصه اللي عجبتني بزاف. انا عارفه هاد القصه غادي تعجبكم ديال اليوم، قصه اللي الصراحه كتبرد القلب. المهم ما نطولش عليكم ويلا نسمعوا القصه مجموعين. معكم بشرى، وحتى انا جيت نعاود لكم القصه ديالي وما فيها. جيت نعاود لكم على عدوزتي البنات، العدوزه اللي كحلات لي عيشتي، العدوزه اللي من نهار دخلت لدارها وهي منكدها عليا، ولكن بتسجيل صوتي جبت ليها ما يبقاش وفضحتها وشوهتها وقدام ولدها خليتها تطلب وترغب. المهم البنات غادي نبدا لكم القصه ديالي. نهار تعرفت على الزوج ديالي، هذا الانسان تعرفت عليه في المكان ديال العمل ديالي، بحكم انا كنت خدامه في واحد المعمل وهو كان خدام شاف كابران. صافي من نهار دخلت لديك المعمل البنات هو حط عليا، ما نكذبش عليكم حتى انا كان كيعجبني بزاف، انسان اللي زوين وعاطل العين. وكاع البنات اللي خدامين في داك المعمل كانوا كيحماقوا عليه، كانوا كيتمناو غير يهضر معاهم، ولكن هو ما كانش كيديها فيهم. ونهار دخلت انا لهداك المعمل غادي نعجبو حتى عليا، بقى ديما مراقبني وكان حاط عليا من دول البنات اللي في المعمل كاملين. ديما كيجي عندي وديما كيهضر معايا. في الاول كان كيدير السباب اللي باغي يوري ليا شي حاجه اللي ما فهمتهاش ولا ينتبه معايا على شي حاجه، ولكن شويه بشويه بدا كيتقرب مني. في الوقيته ديال الاستراحه من العمل كيجي عندي وكيقول لي واش تاخدي شي حاجه نجيبها لك، واش نشاركو انا وياك الماكله. وانا الصراحه ما كنتش كنبغي نديها فيه ولا نعطيه وقت، كنت دائما عاطيه الثقار وجابده راسي منه، حيت كانت كتخدم معنا في المعمل واحد بنت عمي، وهاد بنت عمي كانت حاطه عليا وكانت كتغير مني بزاف، وكنت خايفه تمشي توصلها للام ديالي ولا هذيك الهضره توصل للاب ديالي، بحكم انايا الاب ديالي شويه صعيب وخوتي كذلك صعابين وما كانوش مخليني نخدم. دخلت لديك المعمل البنات غير فوق الجهد ديالهم، هذاك الشيء علاش ما كنتش كنبغي نبين شي حاجه باش بنت عمي ما تعيقش بيا. صافي بقينا بحال هكذا، دائما هو كيبغي يتقرب مني وانا عاطيه الطرف، وما نكذبش عليكم كان عاجبني الحال بزاف. ايوا بقينا بحال هكا لمده ديال 4 شهور، حتى لواحد النهار غادي يستغل الفرصه وغادي يجي يهضر معايا. هذيك النهار بعدا كان عندنا واحد الاجتماع في المكان ديال العمل ديالنا ديال العاملات. المهم صافي تما استغل الفرصه وغادي يهضر معايا. بقينا كنهضروا في الاول عادي، ومن بعدها غادي يطلب لي الرقم التليفون ديالي، قال لي شوف يا بشرى انا باغي نهضر معاك ونقول لك شي حاجه. قلت ليه واخا مرحبا. قال لي من الاحسن اعطيني الرقم ديال التليفون ونهضر معاك، حيت الهضره اللي باغي نقول لك ما غاديش نقدر نقولها لك دابا. صافي انا تما فهمت وعرفت اشنو باغي مني، بلا ما نتردد قبضت الرقم ديالي وعطيته ليه. قلت له ها هو. قال لي واش ماشي مشكل نتصل بك بلاتي؟ قلت له واخا ماشي مشكل، غير الله يخليك ما تعيقش، راك عارف انا الاب ديالي شويه صعيب وخوتي كذلك صعابين ولا بقيتي دائما برسني غادي دير لي المشاكل. قال لي كوني هانيه غادي نتصل بك في الوقيته اللي تبغي نتيجه. قلت ليه صافي. ايوا من تما البنات غادي يرجع الشاف كابران ديالنا كيتصل بيا، كان كيهضر معايا تقريبا غير في الليل، حتى كيحس بيا تعشيت ودخلت لبيتي باش ننعس عاد كيتصل بيا. وقبل ما كيتصل بيا كان كيخلي لي ميساج كيقول لي واش راكي مساليه بغيت نهضر معاك. ملي كنقول ليه مساليه كيتصل بيا وكيهضر معايا، ولكن الا قلت ليه لا ما تصونيش انا مشغوله ولا ما رديتش عليه قريت الميساج وما رديتش عليه صافي ما كيوليش يتصل، كان كيفهم راسو. المهم واحد الانسان اللي ظريف وزوين واي وحده تبغيه واي وحده تحماق دير معها علاقه، وانا من بين هاد البنات عجبني الحال ملي درت معاه علاقه حب. بقينا البنات بحال هكذا، العلاقه ديالي به نهار على نهار كتزيد تقرب وكتزيد تكبر اكثر من الاول، وغادي نبقاو المده ديال عام هو كيهضر معايا، حتى النهار اللي غادي فاتح معايا الموضوع ديال الزواج. قال لي بشرى انا باغي نتزوج بك واش قابله؟ انا بلا ما نتردد قلت لي واش فيها الشك؟ انا قابله نتزوج بك. قال لي ولكن بغيتك تعرفي واحد الحاجه، انا راني يتيم ما عنديش با، عندي غير امي، وانا الا تزوجتي بيا خصك ضروري تسكني معايا في الدار ديال امي. قلت له هنايا ولكن انا ما عنديش مشكل الا كانت الام ديالك مزيانه ودرويشه الله يدفننا مع الدراوش. قال لي امي الله يعمرها سلعه، انسانه طيبه ومتخلقه ومره اللي حدوديه وعارفه حقها وعارفه حدها.
قال لي ما تخافيش، راه عندي 3 ديال خوتي مزوجين كتعامل مع نساء خوتي كامله بحال بناتها. قلت لها سيدي يلاه يدينا في الصواب. المهم البنات هضرنا في ديك الاسبوع على التفاصيل ديال الخطوبه والتفاصيل ديال العرس وفين غادي نسكن واش غادي نخدم ولا ما نخدمش. المهم تفاهمنا انا وياه على هذيك الامور كلها، حتى تفاهمنا على كل شيء ولقينا راسنا متفاهمين. هو باغي هذاك الشيء اللي انا باغياه وانا باغيه وقابله داك الشيء اللي هو باغيه. من بعد ما تفاهمنا على هاد المواضيع كل اللي غادي نجي لداركم باش نخطبك. قلت ليه مرحبا. ايوا داك الشيء اللي كان جاب الام ديالو البنات وخواتاتو ونسا خوتو جا كيخطبني. صراحه الاب ديالي في الاول ما كانش متقبل الفكره ديال زواجي به. قال لي بنتي بلاتي عليكم الزواج ما هربش، بلاتي وعاد زوجي خططي للمستقبل ديالك وشوفي بعد حياتك بالتدريج عاد زوجي، الزواج ما هربش. ولكن انا البنات مع كنت باغيه وقابله عليه قلت لهم والو انا قابله نتزوج بهذا الانسان. ايوا داك الشيء اللي كان الاب ديالي غادي يتفاهم مع خوتو على كل شيء. صافي تخطبنا. من بعد الخطوبه طلب مني نخرج من الخدمه، قال لي صافي غادي تجلسي في الدار ما تخدميش. قلت له واخا ماشي مشكل. فعلا جلست البنات من الخدمه وبقيت في الدار. كنت كنوجد المسائل ديال العرس ديالي، جمعت حويجاتي على حساب الزهاج، قضيت راسي كذلك، جمعنا الوثائق على حساب العقد. من بعد الخطوبه ب3 شهور جمعنا راسنا ومشينا عقدنا. درت انا وراجلي الحلال وبقى لنا غير العرس على ما دخل الصيف، وديك الساعه درنا العرس ديالنا. في الوقيته ديال الخطوبه البنات كنت مشيت لدارهم عند الام ديالو شي 2 ديال المرات. وما نكذبش عليكم البنات من الاول ما كانتش عجباني ديك العيشه معاهم في الدار. كنت كتبان لي العدوزه صعيبه وغير كتشوف وكتحمض وبحال اللي ما راش قالهاش عليا وما عاجبهاش انا بصفه نهائيه. ولكن واحد العقل كان كيقول لي معليش ربما هي غير مازال ما مدخلاش على عقليتي، ربما غير انا مازال ما عارفاش العقليه ديالها، ومادام انا باغيه الراجل وهو باغيني فالعدوزه ما عنديش فيها مشكل. المهم داكشي اللي كان ما تسوقت لا العدوزه ولا اللوسه ولا المرات اللحمه. بقيت متفاهمه انا والزوج ديالي حتى جمع راسنا وغادي نديروا العرس. صافي البنات درت العرس ديالي اللي كان على قد الحال صراحه في وسط حي شعبي بحال جميع الاعراس المغربيه. فرحوا بيا الوالدين ديالي، خوتي كذلك داروا لي البيسات، داروا لي العماريه، ما خلاو الصراحه عليا حتى شي حاجه بحكم انا هي البنت الاولى اللي غادي نتزوج في خواتاتي. داكشي علاش فرحوا بيا قدام الجيران والصحابات. المهم درت العرس ديالي وغادي نمشي عند راجلي للدار ديال الاهل ديالو وغادي نعيش مع ماماه وخواتاتو وجوج نسا خوتو. وحده من مرات خوتو كانت فارقه علينا، وانا لقيت معنا في الدار 2 ديال نسا حمياني اللي عايشين مع عدوستي. المهم البنات بديت حياتي معاهم بنيتي صافيه، دخلت كصيفتي عروسه جديده، فرحانه براسي وفرحانه براجلي. دوزنا الليله الاولى عاديه، دازت الامور هي هذيك. لغد ليها البنات في الصباح ديالي اللي صبحت معاهم العدوزه غادي توريني وجهها. جات كتدقدق عليا البنات مع الفجر، قالت لي نوضي تقعدي واش نتي عاد باقيه ناعسه؟ زعما راكي عروسه والاهل ديالك غادي يجيبوا لك الفطور نوضي تدوشي. انا صراحه ما عجبنيش الحال وما رضيتش، وجاتني حشومه العدوزه تجي كتدق عليا في صباح عرسي وتقول لي نوضي تدوشي. المهم واخا ما عجبنيش الحال غادي ناخذ ديك الموضوع ديالها او ديك الهضره ديالها بعين الاعتبار. قلت معليش لربما ما قصدت فيها والو. صافي نتا البنات قديت الدوش دوشت، الزوج ديالي كان حتى هو دوش. من بعدها بقيت جالسه كنتسناهم يجيبوا لي الفطور ديال العروسه، ولكن ما كاين لا فطور لا والو. دازت 7 ديال الصباح 8 9 والو، ما جاني لا فطور لا والو. مع العلم نوضتني مع 6 ديال الصباح عاد باقي الحال. المهم ما جا لا فطور لا والو. بقيت انا جالسه في بيتي وكنسمعهم كيهضروا برا وكيضحكوا بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه، وانا وراجلي لداخل مازال ما فطرناش. راجلي بقى كيشوف فيا قال لي ياك ما بغيتي تفطري؟ قلت ليه معليش ماشي مشكل، انا دايره فيها عاد حشمانه وزعما عاد ضيفه. المهم قلت ربما دابا يفهموا راسهم ولا عاد كيقادوا الفطور بحكم حنا العادات والتقاليد ديالنا الاهل ديال العريس هما اللي كيقادوا الفطور للعروسه. ولكن غادي نتفاجئ باللي انا اللي خاصني نوض نقاد الفطور للناسي. ما نكذبش عليكم تصدمت منين قالت لي مرات لوسي نوضي اختي تقعدي الكوزينه باش توجدي الفطور، حنا راه عندنا العروسه هي اللي كتقاد الفطور الاول ديالها.
القالون كيطلعني الود كيهبطني، جيت نهضر ما قديتش، صافي راجلي شاف فيا بحال اللي غمز لي قال لي ماشي مشكل، قلت مع راسي صافي واخا ماشي مشكل. مشيت لبنات الكوزينه، عطاتني العدوزه الطابليه، قالت لي هاكي ديري الطابليه ودخلي تشقاي. دخلت البنات لقيتهم موجدين لي واحد سيدي بوطاجي ديال الماعن، غسلت يا البنات ساعه وانا كنغسل في الماعن وانا عاد عروسه. من بعدها درت ليهم الفطور، كان المسمن عندهم، كان البطبوط، كان البغرير، المهم داكشي كان عندهم واجد. انا عمرت ليهم غير اتاي وحطيت فوق الطابله، وهذا الشيء من العادات قالك ديالهم. سيدي العروسه هي اللي كتقاد الصباح ديالها كتقاد ليهم الفطور. قلت ماشي مشكل. المهم جلسنا فطرنا، جلست معاهم في وسطهم، ما كاين لا تفطري بوحديتك انتي وراجلك ولا عاد نهارك الاول بحال البنات تعاملوا معايا بحال اللي انا ماشي عروسه وماشي ضيفه، بحال اللي الدار ديالي من شحال هادي، بحال اللي مولات الدار، ما كاينش اللي تسوق ليك. صافي بقيت هكذاك الصراحه ما عجبنيش الحال، ولكن صرتها بجغمه ديال الصبر وقلت عادي ماشي مشكل. المهم فطرت معاهم ومن بعدها غادي ندخل لبيتي. دخلت زعما باش نتقاد ونلبس قميص باش الاهل ديالي يجيبوا لي الفطور اللي هو الغدا ديال العروسه. راه معروف عند جميع المغاربه اي عروسه كيجيبوا لها الاهل ديالها الفطور الكبير ديالها كيجي مع الوقيته ديال الغدا. المهم بقيت كنتسنى فيهم، هي تجي عندي عدوستي قالت لي شوفي غادي تتصلي على امك وقول لها بلا ما يجيبوا لنا الغدا اليوم. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيف سمعتي، حنايا ما كيجيبوش الغدا، راه هنا لا حتى الغد اللي عادي الا بغات تجيبك الفطور ولا العشاء، اما اليوم راه حنا دايرين غدانا ما يجيبوا لنا والو وبلا ما يشقاو يجيو، حيت دايرين غير غدانا حنايا. ما نكذبش عليكم ما عجبنيش الحال، ولكن ما لقيت ما نقول. صافي بقيت كنرجف غير بوحديتي، حشمت نتصل بالام ديالي ولا بشي واحد من الاهل ديالي ونقول لهم بلا ما تجيو، وانا عارفه بلي العدد ديالنا الغد ليه كيجيبوا الغدا للعروسه. المهم ما قدرتش نهضر وما قدرتش نتصل عليهم، ولكن راجلي قال لي صافي مادام الام ديالي قالت ما يجيوش من الاحسن تتصلي بهم بلا ما تحشمينا معاهم وبلا ما يتهاوما يتحشموا قدامنا وهادي. صافي قبضت البنات التليفون وغادي نتصل على الام، قلت لها امي بلا ما تشقاو بلا ما تجيو. قالت لي علاش؟ قلت لها ما حقاهم راه ما عندهمش من العادات كيديروا الغدا، خلي حتى الغدا واجيو. ما بقات جامده بلاصتها، قالت لي وليني بنتي حنا راه حنا جامعين راسنا وغادي نجيو. قلت لها ميمتي بلا ما تجيو. صافي قطعت عليها الخط. مي تشوكات وعرفت باللي شي حاجه تما ما كايناش، ولكن ما بغاتش تسولني وما بغات تقول لي والو. صافي ما جاوش حتى الغد اللي عاد جاو. ايوا البنات من ديك الساعه وانا في المشاكل مع عدوستي ومع لويساتي ومع نسحمياني، واكثر وحده كانت حاطه عليا هي العدوزه. كانت البنات كتبغي تمشيني كيف بغات هي، ممنوع نهضر، ممنوع نجلس، ممنوع ندير شي حاجه اللي انا باغيها، خصها ما ندير غير هداك الشيء اللي هي طلبته مني. كانت كتحكم فيا وكتحكم في راجلي، كانت باغيه تردني خاتم بين يديها بحكم عريساتها الاولين كيتعاملوا معها بحال الماء القليل، كانوا كيمشيو بشوارها وكيدخلوا بشوارها، وانا حتى انا بغات ديرني بحالهم. ولكن بيني وبينكم انا ما كانش عندي في ديك الحكام ديالها، ما عمري كنت كنتخيل العدوزه غادي تمشيني على ضفران صباحها. ما عجبنيش الحال. ومني كنت كنشكي للزوج ديالي من الام ديالو وكنقول ليه بلي امك راه حاطه عليا وبلي امك كطلب مني هادي وهادي، كيقول لي هذيك امي وخصك تسمعي لكلامها، ولا كلمه فوق كلمه امي. انا ما نكذبش عليكم كان كيبقى فيا الحال، وبالخصوص ملي كنسمع الزوج ديالي كيجي مع الام ديالو وانا ما كندير ليها حتى شي حاجه. كنت محترماها ودايره لها الخاطر وحاسبها اكثر من ميمتي. والله البنات كنت ملي كنمشي للحمام كنديها معايا ندوش ليها، نعطيها تلبس حوايجها، دايره لها بحال شي صابي. عاوتاني ملي كندخل الكوزينه نشقى كنطيب ونزيد ليها، ما كاين غير خالتي حتى من الماء ديال الوضو كنت كنديرو لها في السطيله وندي حتى لعندها، غير زعما باش تتعامل معايا زوين. ولكن هي لا، كانت كتفضل عليا بزاف نسحمياني، انا ما كانش عندها فيا غرض. ملي كنجلس ناكل معاهم كتبقى كتخشي فيا الهضره وكتقول لي بنات فلان وبنات فلان وبنات فلان بالعربيه. عدوسي ما كانتش باغيه الزوج ديالي يتزوج بيا، كانت باغيه تزوجو بنت اختها، وداك الشيء علاش كانت شاده معايا الضد. المهم بقات شاده معايا الضد وما بغاتش كاع ترحمني، دائما كتعامل معايا قبيح ودائما كتحشي فيا الهضره. ولا درت الحاجه كتعيبها عليا، ولا لبست الحاجه كتقول لي ماشي هذاك هو اللباس. تخيلوا الا درت غير كحيله في عويناتي وقديت راسي كتقول لي علاش درتي الكحول وعلاش تقادي، وزعما راه معاك الناس هنا وانتي ما ساكناش بوحديتك وخصك تحترمي الناس اللي معاك، وكتبقى في الهضره.
اما الصباح اللي كنصبح في الدوش كتقول لي واش غير انت اللي تزوجتي، واش غير انت اللي خصك تدوشي، راكي كتضيعي الماء وكتضيعي هذه وكتضيعي هذه، وكتبقى كتحسب لي. واحد النهار كندخل الزوج ديالي يدوش وما لقاش الشامبان، وبدا كيعيط لي بشرى خاصني الشامبان. وهي تنطق قالت له واش تخليه مراتك اللي كل نهار كتصبح كتدوش، ما خلات لنا شامبان ما خلات لنا صابونه. من نهار جبتيها وهي في الماء بحال قرقوره. انا الصراحه ما عجبنيش الحال، بالخصوص ملي ضربتها بضحكه لوستي وبقات كتضحك، حسيت بهم كيضحكوا عليا. المهم بقى فيا الحال، ولكن ما لقيت ما نقول، حيت الا شكيت على راجلي ولا قلت له شي حاجه غادي يقول لي هذيك امي وما تديش عليها، وانا كان كيبقى فيا الحال منها. ورغم ذلك بقيت صابره وحاطه راسي، وغادي نبقى بحال هكذا. من بعد 6 شهور البنات غادي نحمل، ومنين ولدت البنت، ونهار ولدت عدوزتي كتحشي فيا المعاني، قالت لي قدر شانك تجيبي لنا البنت هي الاولى، ليلياتك ولدوا العزاره وليلياتك جابوا الذكوره وانتي جايبه لي البنت. قالت لي شوفي نصحمين كامله والدي الدراري وانتي جيتي على موراهم والده لنا البنت. قالت لي حنايا كنبغيو الولد في الاول. المهم بقات بشي هضره اللي باسله وما عجبتنيش. انا هنا غادي ندور فيها، وملي درت فيها درت من الحبه قبه، بقات تبكي وشهاق وقالت لراجلي باللي مراتك ما كتحترمنيش، وباللي مراتك كترد عليا الهضره، وباللي مراتك كتمسح فيا رجليها. المهم بزاف ما قالت لراجلي، وراجلي ما عجبوش الحال وجا كيغوت عليا وانا عاد نفيسه، وانا والله البنات ما قصدت نقول لها شي حاجه. المهم قلبوا عليا الفيلم كامل. هذاك النفس ديالي ما عمري ننساه. العدوزه كتهضر من جهه، اللوسه من جهه، نسى الحميان كذلك من جهه، الراجل هز عليا نيفو، وانا ما حيلتي لراسي اللي والده بالغراز وحالتي حاله، ما حيلتي لبنتي اللي زادت لي مريضه وفيها الميكرو في كرشها، كانت شربت لي الماء وخصها الطبيب وداروا لها شي تحاليل. المهم وطلع وهود واحد النفاس ديالي ما نبغي حتى لعدوتي. ورغم ذلك البنات كميتها في صدري وصبرت، قلت ماشي مشكل. ودائما نفس الموال، دائما المشاكل. عدوزتي كتعمر عليا راجلي وكتقلبوا عليا وكتردني باللي انا اللي ما كنحشم ما كنستحيا. المهم دائما قلبه عليا القفه، ويلا بقيت حتى هضرت ولا حليت فمي كيمسحوا فيا رجليهم. هادشي كامل وكنت صابره عليه، ما عنديش ما ندير حيت والده معاه البنت وخاصني نصبر معاه. وزيدون راجلي كنت كنبغيه ومتفاهمه معاه، غير هو المشكل اللي كان بيني وبينه هي الام ديالو. كانت كتعامل معايا خايب وهو كان كيثيق بها. اي حاجه كتقولها الام ديالو كيقول بصح امي ما كتكذبش، مادام امي قالت هاد الهضره راها كاينه. وهي كانت واكله له الدماغ ديالو غير بالفن، بالتبحليس والبكا. وليدي انا مظلومه، وليدي انا اللي جلست معكم هجاله بلا راجل، وانا اللي باكم مات وخلاني معاكم. وكتبقى كتليد. ومعه هو الصغير في خوتو كان كتبقى فيه الام ديالو، كان كيقول لي امي راه ضحات معايا، والامي راه هي اللي خدمت علينا، والاب ديالي مات وخلانا صغار وهي اللي تومرت. المهم ديك الموال ديال هذا الشيء. ما نكذبش عليكم بقيت صابره وغادي نبقى صابره بحالها حتى النهار البنات اللي غادي يمرض الاب ديالي. كان دار واحد العمليه ومشيت نطلع عليه، ديت بنتي ومشيت نطلع عليه. مع العلم انا ملي كنمشي للدار ديال الوالدين ديالي بيتي ما كنسدوش. صافي مشيت كيف ديما، جلست عند الام ديالي سيمانه حتى روح الاب ديالي، وديك الساعه هزيت بنتي ورجعت للدار ديال الزوج ديالي. منين رجعت البنات للدار عادي ما كاين حتى شي حاجه. بقينا واحد اليومين وانا نمشي كنخمل البيت ديالي، بغيت نفضو ونشمش الفراش. المهم بقيت كنخمل، مشيت للماريو عاودت كنطوي الحوايج، وانا تبان لي واحد الصنديقه دايره فيها الذهب ديالي بحال اللي مبدله من بلاصتها. كنت دايرها في جهه ولقيتها في جهه. منين هزيت ديك الصنديقه وحليتها ما كنلقى حتى شي حاجه فيها. كنت حاطه البنات سنسلتي، جوج ديال الشراتل ديالي، حويلقات. المهم الذهب ديالي واحد الشريط لا كنت دايرها مشلله بالذهب. المهم شي الذهب كان عندي خرابي في ديك الصنديقه، كنت جامعه خرابي ديال الذهب بحكم كنت خدامه واللي خدمتها كنت كنديرها ذهب. كانت عندي خرابي ديال الذهب في ديك الصنديقه. ايوا البنات منين ما لقيت حتى شي حاجه بحال اللي ضربني الضو. على شنو قلت لك ما راجلي راه تخص من الفلوس وهز منها، حيت عارفني فين حاطها وعارف باللي عندي الذهب بزاف. المهم ما هضرت ما والو، كملت الجميع ديال البيت ديالي عادي. ومنين جا الزوج ديالي غادي نسولو، قلت له فلان واش انت اللي هزيتي الذهب؟ قال لي اش من ذهب؟ قال لي انا ما هزيت حتى شي ذهب. قلت له ما تفلاش معايا، واش هزيتي الذهب؟ قال لي بلا ما والله ما هزيتو، علاش غادي نهزولك؟ واش غندير انايا بالذهب ديالك؟ قلت له ولكن ما يمكنش، راه الصنديقه خاويه. قال لي شنو كتخرفي انت يا غاسري، شوفي فين راكي دايره.
قلت له والله ما كاين، راه الذهب ديالي راه كان هنايا وانا متاكده حاطه الذهب ديالي هنايا. المهم قبض ديك الصندوقه وحطيتها له، قلت له ها هي خاويه. هو بقى كيشوف فيا، قال لي شكون اللي غادي يهزو لك؟ ربما راكي ديتيه لرباك ولا خبيتيه ولا عطيتيه شي حده ونسيتيه. انا هنا غادي نتقلب عليه. قلت له واش انا كنقول لك الذهب ديالي انا راني عاقله فين حاطه وعارفه راسي اش كندير، واش انايا فاقده الذاكره بالسلامه باش تقولي ديتيه لرباك ولا عطيتيه؟ قلت ليه واش نتايا صافا شويه. المهم درت فيه وغوت عليه، قلت له الذهب ديالي كان هنايا. صافي بقينا كنتناقشوا انا وياه وغادي توصل الهضره لخواتاتو. جاو داخلين عندنا شنو كاين مالكم ياك لاباس؟ قلت لهم ذهبي ما لقيتوش. المهم داروا بيا شوفي قلبي هنا، بداو كيقلبي. قلت لهم انا ذهبي خليته هنا قبل ما نمشي عند با نرقب عليه، ودابا ذهبي ما كاينش، الذهب ديالي تسرق. ايوا هي تنوض العدوزه ما خلاتليش يا البنات، قالت لي دابا كتردينا حنا سرقناك وكتمسحيها فينا وانتي غدا باغا تردينا سرقنا ونحطوا يدينا على المصحف ونحلفوا. المهم قلبت عليا السوق ما نقولش لكم. راجلي بقى كيزعف وهي بدات كتنقنق. انا قلت لها هو ما عرفتش انا ذهبي شكون اللي سرقوا فيكم، الذهب تسرق من الدار. بدات كتبكي وكتخنن وكتليد اويلها وردتني كنسرق اويلها ودارت لي اويل. المهم قلبت عليا كلشي. راجلي بداك الفقصه بقى كيزعف عليا وغادي يضربني بسقله وخرج، وانا بقيت كنبكي ما لقيت ما ندير. مشيت جمعت ديك الحوايج اللي رونت. صافي ذهبي ما كاينش، ما لقيتوش. قلبت البيت كامل والو ما كاينش، والعدوزه والويسات برا قلبين راسي. ها هي ردتنا كنسرقوا، غير جات البارح وهي سرقتنا وبقاو بالهضره يا البنات ما نقولش لكم. صافي انا ما لقيت ما ندير، جيت بغيت نهز راسي ونهز بنتي ونمشي غضبانه للدار ديال الوالدين ديالي، ولكن خممت في الاب ديالي اللي مسكين مريض وعاد داير العمليه، والناس عندنا والضياف اشنو غادي يقولوا. المهم ما لقيت ما ندير، كميتها في صدري وقلت الله ياخذ الحق في اللي زولي. ما نكذبش عليكم حراقني الحال وبقى فيا، وقلت معليش ربي الله يعوضني يحسن منه. صافي البنات كمتها في صدري وحرقاتني بزاف، ولكن في طوع بنتي وفي طوع داري ما بغيت ندير والو. صافي بقيت كاميه في صدري وغادي نبقاو بحال هكذا شادين في الايام والاشهر. العدوزه غدوز شهرين وهي ما كتهضرش معايا، كانت قالبه عليا وجهها حيت زعما انا اللي سرقتها وانا اللي رديتها، سرقات لي الذهب ديالي. وانا ما قلتلهمش اصلا العدوزه سرقت، ما قلت والو، كميتها في صدري وصافي. قلت لهم الذهب تهز ما عرفتش شكون اللي هزو من الدار. ايوا صافي دازت هكا شهرين وهي ما كتهضرش معايا، كنقول لها صباح الخير ما كترداش عليا، وانا ما كنتش كنتسوق ليها. صافي بقيت عايشه معاهم حتى النهار البنات اللي غادي لويساتي وسحمياني غادي ينوضوا يمشيو للحمام، وكانوا قالوا لي يلاه تمشي معنا للحمام. كنا غدينا الرجال. صافي كل واحد مشى يخدم صلاحو. عدوزتي كانت قالت لينا انا ما نمشيش للحمام، غادي نطلع غير السطح نتشمش، ما قاده لا حمام. قالت لنا سيروا غير نتوما. صافي انا دخلت لبيتي باش نجمع حوايجي والويسات يجمعوا حوايجهم باش نمشيو للحمام. واحد اللقطه كدور لي في الخبا، قلت انا والله ما نمشي للحمام، ما قديت. صافي عكست، كانت بنتي مريضه فيها السخانه وقلت غادي نديها للحمام غادي تمرض ما نمشيش. صافي قلت لهم انا غير سيروا. في اخر لحظه قلت لهم ما نمشيش غير سيروا. صافي هما مشاو للحمام يتحمموا وعدوزتي كانت في السطح، وبقيت انايا جالسه كنجنج غسلت ديك المعينات ديال الغدا شطبت. واحد الوقيته قلت والله تنطلع للسطح نتشمش مع عدوزتي ونقعد نتحدث انا وياها ونجبد ليها لسانها وشوشنا تحت راسها، حيت كانت دائما قالبه عليا وقلت هذه فرصه باش نهضر معاها. المهم بنتي نعستها خليتها ناعسه وانا جيت طالعه السطح وسمعتها كتهضر بجد وكتضحك. انا قلت عادي يمكن كتهضر مع شي وحده من خواتاتها ولا الحيت دائما كيصونيو عليها. وفي واحد اللقطه يلا انا قربت نوصل للسطح وهي تقول لها والله تدرتها بها. قالت لها لا سرقتو لها كامل. انا غير قلت لها سرقتو لها كامل وانا بقيت جامده بلاصتي. بدات هي كتهضر وكتعاود قالت لها والله الا هزيت لها الذهب كامل وخبيته وراه ولدي جا وما خلالهاش. انا من بدات كتهضر غادي ندير، كنت هازه التليفون في يدي وغادي ندير لها التسجيل، قلت والله حتى نسجلها. المهم قربت عندها شويه هكذا هي كاع ما كانت شايفاني، بقات كتعاود قالت لها ودي راني سرقت لي هذيك الذهب وراني درتها لها بالعاني ودابا راني مخبعه لها وخليها والله غير طلقتها من ولدي وشي حسابها انايا راني ساهله ليها وبنت اختي حسن منها وهذه ما فيها لا زين ولا مجي بكري وفيها غير الهضره وما كتسواش. المهم كتقطع فيا
بقات تقطع فيا تقطع يا البنات، ما نكذبش عليكم، بقى فيا الحال منها العدوزه مهليه فيها مضيعه لها حتى شي حاجه، وهي البنات دايره لي المشاكل وزايده سرقه لي ذهبي وكتقطع فيا بديك الطريقه. ما نكذبش عليكم ما عجبنيش الحال، ولكن ما هدرت ما نطقت، خليت اخوه تقلبها على خاطرها. من بعدها غادي نهود صافي، اللي درتو سجلتها وهوت. مشيت لبيتي بقيت كنتي، جات داخله عندي قالت لي شنو كديري هنا؟ قلت لها ما كندير والو. قالت لي ما مشيتيش للحمام؟ قلت لها ما عندي ما ندير فيه. صافي ما هضرتش معاها، خليتها كتنجنج، توضات صلات العصر على خاطرها، بقات قاعده. قالت نوضي عمري لنا اتاي، ميكت عليها ما بغيت ندير لا اتاي لا والو. ما هضرت ما نطقت، خليتهم البنات حتى تجمعوا في العشيه الطابله ديال العشاء، وانا نجبد عليهم الحس. قلت لهم اللي سرق الذهب راه بان. انا ملي قلت لهم اللي سرق الذهب راه بان، هما بقاو كيشوفوا فيا. نطقت العدوزه قالت لي اشنو كتقصدي؟ شكون اللي سرق لك هاد الذهب كاع ما بغيتي تنسايه؟ قلت لها خالتي ما يمكنليش ننسى رزقي، هذاك راه ذهبي، راني تمحنت عليه وخدمت شحال، وكذلك فلوس ديال صداقي راه بها شريت الذهب، وتا واحد ما غادي ينسى ذهبه. هي قالت لي شنو دابا كتقصدي؟ قلت لها ما كنقصد والو، غير ذهبينا راه بان لي داه. وهي تنطق لي الوسطين، هذا بقات كتزعف وكتخطي، وانتيا ما بغيتي تنساي هاد القضيه، وانتيا دائما كتحرتي المشاكل. المهم قلبوا عليا. انا ديك الساعتين قلت لهم الذهب سرقته عدوزتي. هي بقات كتشوف فيا وبدات كتحمر فيا، قالت لي انا سرقته، ما كتحشميش ما كتستحيش. قلت راجلي واش سمعت مرتك شنو كتقول وليدي؟ شتي يا وليدي مرتك سرقتني. وبقات كتويل وكتندب. ناض راجلي ما خلاليش، بقى كيزعف عليا، قال لي انتيا ما بغيتي تنساي علينا هاد الذهب، وانتيا ما بغيتي تبعدي هاد الهضره، وانتيا غير حاطه على امي، وانتيا اللي قبيحه. المهم خليتهم حتى هضروا كامله. هضر راجلي بوحديتو، هضروا لويساتي بوحديتهم، هضروا كذلك نسحمياني لويساني. المهم كلهم قال حقوا فيا، وانا في وسطهم كنشوف فيهم. خليتهم حتى كملوا الهضره ديالهم، وانا نشعل ليهم التسجيل الصوتي ديال امهم وهي كتعترف بعض لسانها وكتقول لاختها باللي هي اللي سرقت لي ذهبي. سمعوا التسجيل وبقاو غير كيشوفوا فيهم. هي بقات كتطلع وكتهبط باللوان. قلت لهم دابا شفتوا شكون اللي سرق ذهبي؟ امكم هي اللي سرقت لي ذهبي، وامكم هي اللي باغيه تخرج لي على داري وباغيه تطلقني من راجلي، وها نتوما سمعوا على ودنيكم. وما نكذبش عليكم يا البنات، تمنيتكم تكونوا معايا وتشوفوا ديك اللحظه ديال عدوزتي كي كانت فلون ورجعت فلون. بقات زعما كتبرق في عينيها وبغات تكذب ديك الشيء، ولكن بيني وبينكم تفرشات وتفضحات قدامهم. راجلي ما لقى ما يقول، ناضل تخيدو على الطابله وناض دخل البيت. اما لويساني الصراحه ما بغاوش وما عجبهمش الحال وداروا فيها. كلشي دار في عدوزتي، لا لويساتي ولا نسحمياني ولا حمياني، كلشي داروا فيها. داروا في العدوزه. هي بقات غير كتبكي وكتشهق هيق هيق هيق. انا صافي ملي لقيت بحال هكذاك القضيه مرونه والهضره والدباز، نضت هزيت بنتي وقلت لراجلي دابا غادي توصلني عند والديا. عيا فيا نعلي الشيطان، مالكي ما ديريش هكا. قلت له والو، يا تحط لي امك ذهبي كامل هنايا غادي تهزني وتديني عند والديا وغادي نمشي نقيد بها شكايه، وهاد الدليل عندي باللي امك سرقاتني. هو هنا بقى كيرغب وكيزاو وكيقول لي ها العار، هذه غير هذه اللي ما تقوليهاش، هذيك امي ما يمكنش تتبعيها بالقضاء ولا تمسحي فيها هذا الشيء. صافي مسحي الذهب فيا، الا مشى لك دمليج نجيب لك 2، ولا مشات لك سنسله نجيب لك 4، ولا مشاك شرت لا نشري لك 10. غير هاد الهضره ما تخرجيهاش من الدار. بقى كيطلب وكيزاوق. قلت له عرفتي شنو غادي يجيك مليح؟ انا ما غادي ندعيها، ما غادي تدعيني، غادي ندعيها لله اللي خلقها، ولكن حاجه واحده غادي ديرها، يا توافق عليها ولا الله يعاونك، كلها يمشي في طريقه. ولكن قبل ما نمشي غادي ندير لازم مع امك. قلت له عييت ما نصبر ليها، ولكن دابا ها هو كل شيء بين يديك وبين عينيك. قال لي دابا شنو بغيتي؟ قلت له بغيت داري. قال لي كيفاش داري؟ قلت له بغيت داري بوحديتي، الا بغيتيني نبقى معاك غادي تفرق ليا على امك. هو بقى كيشوف في الاخر قال لي صافي جاتك. ايوا صافي البنات، انا داك الشيء اللي كنت باغياه وصلت له الصراحه، وهي اللي وصلتني ليه بلا ما تحس، هي اللي وصلتني لهداك الشيء اللي انا كنت باغياته. صافي من ديك الساعه الراجل ديالي غادي يفكر باش غادي يعزل عليهم، وفعلا من بعد يومين غادي يمشي يكري لي واحد البارطمون كاها وقدها وغادي يديني ليها. فرقت البنات على عدوزتي وعلى لويساتي وتهنيت فراسي. اما الذهب ديالي كانت رجعته لي كامل، وولادها هما اللي داروا فيها وقالوا لها رجعي لها ذهبها. صافي خديت الذهب ديالي كامل وهزيت بنتي ومشيت بحالاتي. الحمد لله تهنيت منها وتهنيت من المشاكل ديالها. انا كنت مهاليه فيها وما مضيعه لها حتى شي حاجه، ولكن هي البنات اللي تعدت عليا وهي اللي جنات على راسها. ها انا دابا فرقت عليها وعايشه مع راجلي ومع بنتي
في واحد الجو اللي زوين بزاف، ما خاصني حتى شي حاجه، واكله شاربه ناعسه مغطيه، واللي عجبني كنديرو. راجلي مهلي فيا وداير لي بحال الماء القليل، يعني حتى شي حاجه، وانا كذلك مهليه فيه ومهليه في بنتنا وما كنضيع عليه حتى شي حاجه. وبالنسبه لهداك الموضوع ديال الام ديالو نسيته في مره وما بقيتش كنجبدو عليه. هي بديك الفقصه وبديك الحرقه اللي حست بها وبديك الاخر اللي داروا فيها ولادها كامله مرضات. من ديك الساعه البنات منين تفضحات وتفرشت قدام ولادها حطت الراس وما بقاتش كتهضر. انا من دابا ملي كنمشي عندهم ضيفه كتحط راسها مني وكتحشم مني، ما لقاتش فين دير وجهها معايا. وانا الصراحه ما مسوقه لهاش، غير منين بعدت عليها وعايشه مع راجلي ومع بنتي في الهنا وراحه البال، هذاك هو الخير عندي. المهم هذه هي القصه ديالي وحبيت نشاركها معكم، وجيت نقول لكم انا هي اللي ربيت عدوستي بتسجيل صوتي، انا هي اللي جبت حقي منها، والحمد لله ربي ما خيبنيش. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم والسلام عليكم. كيف ما سمعتوا القصه ديال ختنا بشرى، شكرا ليها وشكرا لكم على حسن الاستماع. وحتى نتوما اللي بغيتوا تعاودوا القصه ديالكم، انا راه الاشاره ديالكم، الرقم ديالي موجود في صندوق الوصف، دخلوا تواصلوا معايا وانا كل اذان صاغيه نسمع القصه ديالكم ونعاودها في القناه ديالي. شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم.